العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. توزيع جائزة أورا الفنية في الإقليم الجنوبي. مدينة غرداس تستضيف فعاليات إحياء ذكرى اليوم العالمي للأولمبيات على مستوى البلاد. واشنطن وبكين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة. شي جين بينغ يرفع شعار التعددية في ختام قمة أوبك. وعشرات القتلى جراء حريق بمتجر في المكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، شارك فخامة الرئيس ياس أفورقي مساء يوم أمس الأول من نوفمبر في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم بمحافظة الجيزة في المنطقة المقابلة للأهرامات الثلاث. ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، إذ شيد على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، فيما يعد هذا المتحف من أبرز وأعظم إنجازات مصر الحديثة، حيث أنشئ ليكون صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا عالميا متكاملا، ووجهة رئيسية لكل المهتمين بالتراث المصري القديم، باعتباره أكبر متحف في العالم يروي قصة الحضارة المصرية عبر العصور بما يحتويه من قطع أثرية نادرة وفريدة. وقد شهد حفل الافتتاح حضور عدد من ملوك ورؤساء الدول، بالإضافة إلى رؤساء الحكومات من مختلف أنحاء العالم. وكان الرئيس ياس أفورقي قد وصل إلى جمهورية مصر العربية في 30 من أكتوبر الماضي في زيارة عمل رسمية تستمر 5 أيام، التقى في مستهلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بشكل عام، وتطورات الأوضاع في السودان والصومال وأمن البحر الأحمر. ويرافق فخامة الرئيس ياس أفورقي في زيارته وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. هذا وقد شاركت في الافتتاح وفود رسمية تمثل 79 دولة بمشاركة 39 ملك ورئيس دولة وكذا رئيس وزراء. الجدير بالذكر أنه تمت عملية الشروع في بناء مشروع المتحف في شهر مايو. شهدت قاعة قدوح باشا في حاضرة الإقليم الجنوبي حفلا لتوزيع جوائز أورا الفنية السنوية لعام 2025 برعاية قسم الثقافة والرياضة في الإقليم. وقد حوى الحدث الذي تضمن فعاليات استمرت من 29 وحتى 31 من أكتوبر المنصرم، حوى عروض فنية متمثلة للمديريات ومنافسات في الشعر والفنون الشفهية وعزف الآلات التقليدية والرسم والغناء والرقص. وقال المدير العام لقسم الثقافة والريادة في الإقليم السيد أبراهام يوهنس إن الهدف من البرنامج هو التعرف على الفنانين ذوي الإمكانات المتميزة وتشجيعهم على المساهمة في الأنشطة الفنية على مستوى الإقليم والبلاد. وأشار إلى أنه يتم إضافة مسابقات جديدة كل عام وتنظيم دورات تدريبية في مجالات مختلفة تعزيزا للفنون والثقافات المحلية. وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية لجوائز أورا سيد جرماي جابرو تقييما مفصلا تركز حول نقاط القوة والضعف في المديريات، حاثا على تصحيح القصور والنواقص إزاء المحتويات التي شوهدت في بعض المسابقات. وشدد مسؤول الإدارة والمالية في مفوضية الثقافة والريادة المقدم سامي التخلي بدوره على أهمية المسابقة، حيث تتيح فرصا واسعة للفنانين الشباب من أجل عرض مواهبهم، موضحا بأن مفوضية الثقافة والريادة سوف تساهم اعتبارا من العام المقبل. وشكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أولئك الذين أجروا البحث الواسع مقدمين محتوى جيدا. في الختام تم تكريم الفائزين في مجالات تخصصهم، حيث فازت مديرية دكة محارب بالبطولة وحصلت على جائزة أورا في نسختها الحالية،
علما أن مديرية الدقية هي التي فازت بها العامين الماضيين. جائزة أورا هي برنامج إقليمي تم إطلاقه في عام 2019. دشن مشروع جديد للمياه في قريتي عدي ويلو وعدي تخالو في إدارة ضاحية ملاد مانتا في مديرية عرزة، يتكون من خزاني مياه بسعة 125 برميل وأربع محطات توزيع و5.4 كيلومتر من الأنابيب بتكلفة بلغت حوالي 4 مليون نوفا. وأوضح مسؤول المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسجانا أن المشروع تم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة الإقليم الجنوبي وإدارة موارد المياه في ماي دما وسكان القريتين ومنتسبي قوات الدفاع. وقال مدير مدينة ماي دما السيد محاري الأزار إن الحكومة قامت بتغطية 70% من تكلفة المشروع، فيما قام سكان القرية بتغطية 30%. وأوضح أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين إلى جانب إرساء الخدمات الكهربائية المستدامة مسبقا، فضلا عن الطرق الترابية والخدمات التعليمية. وأفاد مدير مديرية عرزة السيد رؤسم كفل مريم بأن المشروع سيحل من صعوبات جلب المياه ويسهم في ضمان الصحة العامة، ودعا القريتين المستفيدتين على تشكيل لجان تنمية لإدارته بشكل صحيح. وأكد سكان عدي ويلو وعدي تخالو على الاستخدام الجيد للمشروع والعناية به. تم الاحتفال باليوم الأولمبي الدولي للمرة ال16 على مستوى البلاد في الأول من نوفمبر بحضور مسؤولي الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي الاتحادات الوطنية والإقليمية. وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السيد ميكائيل تخلي ميكائيل في كلمته أن الاحتفال بالمناسبة في غردات يعترف ويكرم الدور الذي لعبه إقليم القشبركة في إنتاج الرياضيين الأولمبيين وكنزها من الموارد الرياضية. وأضاف السيد ميكائيل أن اللجنة الأولمبية الوطنية ملتزمة برعاية أخلاقية ومتواضعة ومحبة فخورة بهويتها الوطنية وعلمها، وتركز على الصحة العامة والتعليم وتمكين استخدام الأدوية التي تخالف القيم الأولمبية المتمثلة في التميز والاحترام والصداقة. وأكد المدير العام قسم الثقافة والريادة بالإقليم السيد إدريس صالح أكد أن الاحتفال يحمل مسؤولية إضافية وسيتم بذل جهود جادة لإنتاج رياضيين رفعوا اسمهم وجعلوا راية بلادهم ترفرف عاليا من خلال ضمان مشاركة الإقليم في المحافل الوطنية والدولية. وذكر حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي أن الأوراق البحثية المقدمة بمناسبة اليوم العالمي الأولمبي تسلط الضوء على الخطوات التي يجب على الجهات الحكومية والمجتمع اتخاذها. وتم توزيع الجوائز على الفائزين في سباق العدو المشترك الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي الأولمبي. هذا وقد أصبحت إريتريا عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1998، وهي حاليا عضو في جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية وجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية للإقليم الخامس. يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي الأولمبي للمرة ال77 في جميع أنحاء العالم. ركزت مزارعات البساتين في دركو بمديرية ابن حيلي أنهن يحصلن على نتائج مشجعة من النشاط الزراعي بالتأطر في جمعية. وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة قدسي أرأيها زراعة الشريف بالذرة التي حصلنا عليها بأسعار مناسبة من معهد حلحلة للأبحاث الزراعية، ويتوقعون حصاد محصول وفير. ونصح خبير تنمية البذور السيدة مانيال كحساي ومسؤول الزراعة السيد منقس آب طعمي المزارعات إلى تعزيز تنظيمهن وجهودهن لزراعة المحاصيل المقاومة للأمراض لكسب دخل مربح من المساحات الصغيرة. وأشادت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة مريم عبد الباقي بالدعم النوعي والمهني الذي يقدمه مكتب زراعة المزارعات، داعية المرأة المزارعة للاستفادة القصوى من الفرصة والعمل لتحسين حياتها المعيشية. من جانبهن أكدت المزارعات على العمل في تأمين مصدر دخلهن من خلال زراعة الخضروات والذرة والبقوليات. تأسست جمعية دركو للمرأة المزارعة العاملة في الزراعة المروية عام 2007 وتضم 97 عضوا.
نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنسبة دورة تدريبية ل 108 من موظفي المؤسسات الحكومية ومنتسبي الجيش الشعبي، بينهم 63 امرأة، لتعزيز قدرة الموظفين على زيادة إنتاجيتهم. شمل التدريب الذي استمر 3 أشهر تكنولوجيا الكمبيوتر ومد شبكات الكمبيوتر وغيرها من المهن. وأوضح مسؤول فرع الكونفدرالية السيد آتو برهان قبرات في مراسم التخريج في 30 من أكتوبر أن الكونفدرالية تنظم دورات تدريبية لتعزيز العلاقات بين صاحب العمل والموظف وحماية حقوق العمال في مكان العمل. ودعا حاكم إقليم عنسبة سفير عبد الله موسى في مراسم التخريج دعا المتدربين إلى العمل لضمان خدمات مرضية من خلال الكفاءة والفعالية. استشهد المقدم جديون قبرس قابهير في 30 من أكتوبر المنصرم جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 71 عاما. التحق المقدم جديون بصفوف قوات الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1974 وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم الاستخبارات، ثم عمل في مكتب تنسيق أعمال وقوات حفظ السلام وقسم الجوازات والجنسية بمختلف مستويات المسؤولية. المقدم جديون قبرس قابهير رب أسرة وأب ل3 أبناء. وري جثمانها الثرى ظهر اليوم الأحد 2 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمر. يعرب قسم الجوازات والجنسية عن بالغ حزنه باستشهاد المقدم جديون قبرس قابهير، ويعزي ذويه ورفاقه المقاتلين وزملائه. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثيث عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا، قال إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل. وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيكثيث عقدت اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظير وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا. وأضاف هيكثيث أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات. عزز الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقات مع شركائه في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك التي اختتمت في كوريا الجنوبية، حيث رسخت الصين مكانتها بوصفها قوة رئيسية. في خطابه الختامي للقمة أعلن شي جين بينغ أن الصين ستستضيف القمة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في نوفمبر 2026 بمدينة شنشن جنوب الصين. وفي القمة تعهد القادة تعزيز التعاون في مجالات التجارة الحرة والذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات أخرى مثل انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والتمدن. وفي كوريا الجنوبية ركز شي جين بينغ على تعزيز العلاقات مع شركائه في منطقة آسيا والمحيط الهادي. لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار تسبب في اندلاع حريق داخل متجر متعدد الأقسام في هيرموسيلو عاصمة ولاية سونورا، وذلك بشمال المكسيك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية. ووقع الانفجار في فترة ما بعد الظهر في متجر متعدد الأقسام بوسط المدينة حسب ما ذكرت التقارير. وقال شهود عيان إن الحريق انتشر بسرعة في المبنى وامتد إلى المركبات المجاورة، ما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص في الداخل. وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإجراء عمليات البحث والإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات المحلية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن دخان صادر عن محول كهربائي معطل، واستبعدت السلطات في سونورا احتمال أن يكون هجوما إرهابيا. في الخبر الأخير، وفي حفل أسطوري مبهر
رفع شعار السلام. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير بمشاركة عشرات الوفود الرسمية. وعبر الرئيس المصري في كلمته خلال الحفل عن رؤية بلاده لدورها في العالم باعتبارها قوة السلام وإنسانية، وقال إن السلام هو الطريق الوحيد لبناء الحضارات، وأن العلم لن يزدهر إلا في مناخ من الأمن والاستقرار، والثقافة لا تثمر إلا حين تتوفر بيئة من التعايش والتفاهم. وافتتح الحفل بعرض موسيقي ربط المتحف بعدة عواصم عالمية، حيث مزج غناء أوبراليا من مصر مع معزوفات من طوكيو وباريس وريو دي جانيرو ونيويورك. وشهد الحفل استعراضا لمواقع أثرية وتراثية في مختلف أنحاء مصر تعكس التنوع بين رموز الحضارة المصرية القديمة. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. توزيع جائزة أورا الفنية في الإقليم الجنوبي. مدينة وردات ستستضيف فعاليات إحياء ذكرى اليوم العالمي للأولمبياد على مستوى البلاد. واشنطن وبكين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة. وشي جين بينغ يرفع شعار التعددية في ختام قمة أوبك. وعشرات القتلى جراء حريق بمتجر في المكسيك. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.